ده كيبر أو زيف كيبر، رجل أعمال اللي ما يتسموش، كندي الجنسية، كان عايش في مصر هنا حوالي أكتر من 9 سنوات. كان عنده شركة ابتدت فواكه وخضار، والمفروض إن هو فاتح شركة واستثمار هنا في مصر، وطبعا مقيم بالإسكندرية. امبارح تم إنهاء حياته على يد مجموعة من الشباب بتطلق على اسمها طلائع التحرير. في الوقت ده طبعا وزارة الداخلية طلعت بيان ان هم اكيد يعني هيدوروا على اللي عمل كده، وانه اكيد مش هيسيبوه، وانه اكيد طبعا هيتحاسب. هنا بقى طبعا الناس برضو انقسمت لقسمين زي موضوع عصام صاصا، لكن طبعا ده في فرق كبير ما بين الموضوع ده وبين الموضوع ده. الناس بقى انقسمت لقسمين، ناس بتقول ان ما ينفعش ان يكون واحد مؤمن عليه في بلدك تعمل معاه كده، وناس تانية بتقول يسلم ايديهم. انت بقى مع مين من الناس دي؟ مع الناس اللي بتقول يسلم ايديهم، ولا الناس اللي بتقول حرام ان احنا نعمل